في انتظار أن تأتي الأهداف، في انتظار أن تهتز الشباك واحد الفريقين. تبقى أحداث هذه المباراة ومعطياتها متواصلة مستمرة، والحوار التكتيكي على خطوط التماس مستمر بين بوميل وبوزيدي. وهنا كرة عاصمية، حميدي غزالة يلعبها جهة اليسار مع موالي، العودة مع عبد اللاوي، حاولت الخروج بالكرة عبر التمريرات القصيرة من جانب مولودية الجزائر. كرة طويلة في منطقة الجزاء مع بايزيد إلى 5 متر و50. سفيان بايزيد ثالث هدافي الفريق ب5 أهداف. الموسم الماضي سجل 12 هدف بألوان اتحاد خنشلة. يبحث عن تسجيل أكبر عدد من الأهداف بألوان المولودية العاصمية. هزيج وصيحات الأنصار والصور الجميلة على المدرجات متواصلة في انتظار أن تكون الصورة كذلك على أرضية الميدان. فريق مولودية وهران تحت ضغط النتائج يلعب هذه المباراة. مولودية الجزائر من أجل نهاية ختامها مسك في مرحلة الذهاب، من أجل إنهاء هذه المرحلة بانتصار يسعد به الأنصار الحاضرون بملعب الشهيد أحمد صابانا. يصنعون أبهى لوحات التشجيع هذا الموسم، يبدعون في أداء موالهم، لا يتوقفون عن مناصرة فريقهم، يهتفون له، يتفاعلون مع أهدافه ويسعدون بانتصاراته. أنصار مولودية الجزائر 10 دقائق تفصلنا عن نهاية الوقت الرسمي للمرحلة الأولى. التعادل دائما 0 لمولودية وهران و0 لمولودية الجزائر. باتريس بوميل والبحث عن الحلول وعن اختراق دفاع مولودية وهران. بوميل يمتلك عديد المفاتيح الهجومية، فهل سيمتلك المفتاح الذي يفتح بوابة التسجيل في هذه المباراة؟ كرة في أخذ ورد، خطأ لدفاعي لمسية يقول حكم المباراة مراد بن عياد. رحلة البحث عن التسجيل في هذه المباراة وهز الشباك أسامة لتيم. فريق مولودية وهران مطالب بتدعيمات نوعية